اترفض امبارح للاسف. القضيه هي سياسيه تماما، ملهاش اي جانب او شق قانوني يدعو لاحتجازهم 15 يوم. احنا شغالين في المسار القانوني بتاعنا، وبنعتبر ان 6 ابريل يوم من اجل كل المعتقلين سواء بتوعنا او من خارج 6 ابريل. احنا شايفين ان النشطاء السياسيين والقوى الفاعله على الارض بيتم استهدافها دلوقتي امنيا وقانونيا. احنا طبعا ده بنرفضه تماما. احنا شايفين ان اللي بيحصل ده هو تصفيه حسابات سياسيه بعيده خالص عن اي قانون. في للاسف بدات تظهر حاجات احنا كنا بنقاومها في النظام السابق، من تدخلات في قرارات نيابه، تدخلات لترتيب قضاه معينين ينظروا في الدوائر، ترتيبات وتعسف من النيابه والامن، لدرجه ان احنا كنا في اول 4 أو 5 ايام مش عارفين الشباب محجوزين فين. فاحنا شايفين ان ده استهداف لينا ولغيرنا كقوى معارضه، طريقه لاسكات الافواه وقمع المعارضه. احنا شغالين على مسارين، مسار قانوني ومسار جماهيري او فعاليات، وبنعتبر ان 6 ابريل بيصب في نفس المسار ده. الشعب المصري يا فندم زهق اصلا من الاحتجاجات والمسيرات. الى اي مدى تتوقعوا مشاركه الشعب في المسيرات التي دعته ليوم السبت القادم؟ احنا الحقيقه متوقعين مشاركه شعبيه كبيره، لان الناس زي ما انت بتقول زهقت فعلا. هي زهقت من الفشل الاداري اللي احنا بقينا فيه، زهقت من النظام اللي احنا وصلنا له، زهقت من الحلم بتاعها اللي ما اتحققش بعد الثوره، بل بالعكس الحاله ساءت سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الناس زهقانه، والناس هتنزل عشان هي زهقانه مش عشان زهقت. بيتم التعرض لنشطاء 6 ابريل من فتره كبيره، مش من دلوقتي بس. من فتره تم التعرض لاعضاء الحركه وما عرفناش مكانهم فين. كانوا في معسكر امن مركزي، حاولنا نعرف رسمي مكانهم، ما قدرناش نعرف. لفينا عند مديريه الامن وقدمنا طلبات كتيره جدا للمحامي العام والنائب العام، ما قدرناش نوصل لمكانهم لحد ما عملنا محضر تغيب لاحد اعضاء الحركه اللي كان متغيب من فتره. عملنا محضر في اسم قصر النيل، وبعد كده اكتشفنا عن طريق واحد زميله خرج ان هو كان موجود في معسكر امن مركزي قرى، وبالفعل تم عمل بلاغ عام، بلاغ للنائب العام في موضوع اختفاء النشطاء. واكتشفنا ان المعسكر ده فيه ناس كتير جدا مسكونه بشكل غير رسمي، وبعد كده بيتم نقلهم لسجن عنبر الزراعه في طرة، وده المتبع فعلا. حاله طوارئ بشكل جديد. الداخليه والنائب العام متفقين بشكل غريب جدا على انتهاك حاله طوارئ، بس بشكل تاني خالص، مش طوارئ فعليه، هو طوارئ بشكل قانوني او بشكل قانوني اللي هم عارفينه. من فتره تم اعتقال اكثر من 10 افراد من 6 ابريل على مراحل. في تعرض كبير وفي حاجه غريبه جدا على جر الحركه للعنف. القضيه اللي احنا فيها دلوقتي محمد مصطفى وزيزو وابو ادم مش اول مره يتم تعرض لاعضاء الحركه. تم القبض عليهم بشكل غريب، وتم ضربهم والتعدي عليهم 3 مرات. مره اثناء القبض عليهم، ومره في العربيه بتاعت المدرعه، ومره في سجن في اسنا اول القاهره الجديده بشكل غريب جدا. بعد كده حاولنا نعرف مكانهم فين. الدستور المصري بيقول ان من حق اهل المتهم او ذويه ان يعرفوا مكانه في خلال 12 ساعه. احنا حاولنا نعرف مكانهم، قالوا لنا ان هم في اسم اول مدينه نصر. وده طبيعي جدا ان ان المحضر معمول في مدينه نصر يبقى مكانهم هو اسم اول مدينه نصر. رحنا اسم اول مدينه نصر، قالوا لنا في اسم اول القاهره الجديده. طلعنا اسم اول القاهره الجديده، قال في اسم اول مدينه نصر. رجعنا تاني اسم اول مدينه نصر. ابتدينا نتحايل عليهم تاني، يا جماعه فين مكانهم؟ ما حدش بيدينا على حاجه. لحد ما نائب المأمور قال لي احنا مش هنقول لك على مكانهم عشان امنهم، عشان نحافظ عليهم، عشان نحميهم. قلت له تحميهم من مين؟ مننا احنا؟ طب احنا كل اللي طالبينه ان احنا ندي لهم ادوات معينه هم عايزينها، عايزين بطاطين، عايزين اكل، عايزين اهلهم يطمنوا عليهم. ما رضيش برضه. في الاخر خالص نائب المأمور قال لي جمله غريبه جدا، قال لي هم موجودين في احدى المعسكرات، وانا غير مسموح لي ان انا اقول لك اكتر من كده، ودي تعليمات امنيه. بعد كده حصل ان كان عندهم جلسه، كان عندهم تحقيق نيابه، حضرنا تحقيق النيابه، اول تحقيق نيابه حضرنا فيه
جماعه صوت لو سمحتوا. أول تحقيق نيابة حضرنا فيه كان كل كلام وكيل النيابة. طبعا احنا لا تعقيب على احكام القضاء او حتى على تحقيقات النيابه، ولكن ما دام الرئيس والنائب العام نفسهم بيخالفوا القوانين، والنائب العام الى الان بيخالف احكام القضاء ولم ينفذ احكام القضاء، فاحنا كمان هنعقب على احكام القضاء. والشعب المصري كله المفروض يحاكم على احكام القضاء، يعقب على احكام القضاء، مش احنا لوحدينا. المفترض ان احنا حضرنا تحقيق النيابه، حضرنا قدام النيابه، وكان الحرص، ودي الحاجه المفارقه الغريبه جدا، اول مره اشوف قضيه فيها اتهام نشطاء ما تكونش الشرطه ملفقه لهم سلاح ابيض او حتى سلاح خرطوش. كل القضايا اللي تم فيها تلفيق تهم لنشطاء سياسيين ما فيهاش عنف، ما فيهاش سلاح، ولا فيها سلاح ابيض، ولا فيها سلاح خرطوش، ولا فيها اي حاجه. كل الحرص او كل القضايا اللي تم فيها توجيه اتهامات لنشطاء كان كلها خاليه من الاحراز، الا القضيه دي. وهي قضيه تعتبر خاليه من الاحراز برضه، لان الحرص فيها هو 27 اندروير. مؤاخذه يا جماعه، 27 اندروير، 22 حريمي و5 رجالي. وكيل النيابه هو بيحصر عددهم كان بشكل غريب جدا. كان اول مره يشوف قضيه فيها حرز بالشكل ده. هو متعود انه بيتحرز هو فرد خرطوش او سلاح ابيض او ادوات جريمه او مولوتوف او ايا كان، لكن المره دي الحرز نوع غريب. وكيل النيابه وهو بيستمع للتحقيق ما كانش مقتنع بمجريات التحقيق، ما كانش مقتنع بالورق اللي تحت ايده، لدرجه ان هو قال في الاخر خالص جملة غريبة جدا وبنسمعها من كل وكلاء النيابة إلى الآن في كل تحقيق، بنسمعها من كل وكلاء النيابة وأنا عذرهم في ده. بيقولوا إن القرار مش في إيدينا، بيقولوا إن القرار بيجي من فوق، إن القرار بيجي من النائب العام. وده الكلام اللي كنا بنسمعه دايما، ده الكلام اللي كنا بنسمعه دايما من وكلاء النيابة. حصل حاجات غريبة في التحقيق ده بالذات، كنا كلنا متوقعين، والتوقع دلوقتي في القضاء والتوقع مع الداخلية ليس له أي محل من الإعراب حاليا دلوقتي. عشان تتوقع حاجة وأنت في ساحة القضاء ما تتوقعش، يا إما تيجي في إيد حد من تيار الاستقلال أو من قضاة من أجل مصر، يا إما تيجي في حد مع حد ربنا سبحانه وتعالى يكون بيحبك، وتيجي قدام حد يكون فاهم قانون او يكون قاصد ان يكون فاهم قانون. اللي حصل بالظبط ان النيابه اديتهم 4 ايام حبس احتياطي. رضينا بالامر الواقع ودخلنا لمدير النيابه في مدير نيابه مدينه نصر، قلنا له عايزين نعرف مكانهم. طب حضرتك دلوقتي اديتهم 4 ايام، مش من المفترض النيابه بتعلن عن محبسهم؟ مش المفترض النيابه بتعلن عن محبس المتهم اذا قادر بحبسه 4 ايام على سبيل التحقيق؟ ده اللي حصل بالظبط. مدير النيابه قال لي انا مش هقول لك على محبسهم، ومش هقول لك هم فين، ومش هقول لك القرار. القرار عايز تعرفه من وزاره الداخليه. عاوز تعرف القرار اطلع على الاسم. بالفعل القرار كان 4 ايام على سبيل التحقيق، وبعدين جينا حاجه غريبه جدا. القرار 4 ايام والتجديد بتاعهم في القاهره الجديده. من المفترض ان اي تجديد بيتم في نفس المحكمه او نفس النيابه اللي اصدرت قرار الحبس الاحتياطي. هنا مفارقه غريبه جدا. القاهره الجديده هي اللي نظرت اول تجديد للحبس قدام. يا جماعه السودا الصحفيين، يعني انتوا جايين تتكلموا ولا جايين تسمعوا؟ اتفضل يا سيدي. القاهره الجديده هي اللي نظرت اول تجديد للحبس قدام دايره استئنافيه، ومن المفترض ان هي ما تنظرش قدام دايره استئنافيه. يعني هي كانت جلسه كليه بيديرها رئيس محكمه جنح مستأنف، وفجاه لقيت الدايره دي
جه منها رئيس الدايره اول النظر اول استئناف. من المفترض اول تجديد حبس، من المفترض ان في تجديد الحبس ده تنظروا دايره جزئيه. اللي حصل تحديدا بعد ما اتنظر اول تجديد الحبس قدام الدائره الاستئنافيه، حضرنا وتم تجديد حبسهم لمده 15 يوم. وهنا نقطه مهمه جدا، النائب العام والنيابه العامه واخده الحبس الاحتياطي كعقوبه. الحبس الاحتياطي ما هو الا اجراء احترازي. دلوقتي الحبس الاحتياطي بقى قانون طوارئ. الحبس الاحتياطي بقى اعلان بحاله الطوارئ من النيابه العامه. النائب العام اصدر قرارات للنيابه العامه ان تاخد اجراءات شديده جدا مع المتهمين وحبسهم لاكبر فتره ممكنه. واللي حصل تحديدا ان تم تجديد حبسهم لمده 15 يوم. رحنا عشان نستأنف قرار الحبس، اتعاملنا معامله سيئه جدا في نيابه مدينه نصر. رئيس النيابه رفض ان احنا نعمل استئناف لقرار الحبس بموجب ان احنا حاضرين التحقيق. قال لا، هاتوا لي توكيلات منهم، اطلعوا على سجن عنبر الزراعه هاتوا لي توكيلات منهم. قلنا له ان في السجون الغير رسميه للمتهمين لا يعلن عن محبسهم، واول ما نخش قلنا طبعا ده مش موجودين عندنا. فمدير رئيس نيابه مدينه نصر اكد لي وقال لي ان حضرتك تكتب لي طلب دلوقتي وتقدمه لي وتقول لي فيه انك عايز المتهمين في سجن في عنبر الزراعه في طرق يعملوا لي توكيلات. قلت له مش هينفع طبعا، لان احنا متعودين على المعسكرات والسجون ما بيقولوش على النشطاء السياسيين هم عندهم اولاد، وجربنا كتير قبل كده.